السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الملحد يدعو الملحدين لاغتيالي أنا والشيخ محمد حسان والشيخ عبد الله رشدي في آن واحد. تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. أرسل لي بالأمس أحد الإخوة الكرام فيديو لواحد ملحد. هذا الملحد بيفتخر في فيديوهات كثيرة إنه هو ملحد وإنه هو كافر بالله عياذا بالله، ربنا يعافينا يا رب. فظهر هذا الملحد في هذا الفيديو وهو يدعو الملحدين لاغتيالي أنا والشيخ محمد حسان والشيخ عبد الله رشدي. تعالوا نشوف ماذا قال هذا الملحد ثم نرد عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني المفروض انت كملحد او لا ديني او تنويري تسعد لاي مصيبه تقع على المسلمين، سواء بقى اسرائيل تضرب غزه، الراجل بتاع مذبحه نيوزيلندا ده لازم تسعد. انت لو بني ادم تنويري او ملحد او لا ديني طبيعي سوي. يعني انت دلوقتي في اخوه ملحدين ولا دينيين بتجيلهم بالاخ بيبقى مكتئب وبتاع وعايز ينتحر. انا بقول له ما تنتحرش، اعمل. لو انت بقى اصل انت لو انتحرت ضيعت حياتك هدر كده، اعمل حاجه تفيد بيها البشريه. سبحان الله، حاجة عجيبة جدا. يعني هو بيقول المفروض انت كملحد، ده كلامه، بيقول المفروض انت كملحد او لا ديني او تنويري ان انت تسعد لاي مصيبة تقع للمسلمين عياذا بالله. شوف يا اخي سواد القلب، الانسان لما يكفر بالله قلبه يصبح قطعة مظلمة سوداء. بيقول لك المفروض ان انت تسعد وتفرح لاي مصيبة تقع للمسلمين، وضرب امثلة. بيقول لك سواء بقى اسرائيل تضرب غزة، يا خبر ابيض، ده كفار الغرب كانوا وما زالوا متعاطفين مع اهلنا في غزة. ما شفناش حد من الغرب يعني متعاطف مع الكيان المحتل ولا شمتان في اهلنا في غزة، بل هناك اناس يبكون، بل هناك اناس اسلموا من الغرب بسبب ثبات اهلنا في غزة ورضاهم بقضاء الله سبحانه وتعالى. فده بيقول لك المفروض تسعد لاي مصيبة تقع للمسلمين، سواء ان اسرائيل تضرب غزة أو الرجل بتاع مذبحة نيوزيلندا اللي هو دخل المسجد وقتل عدد كبير من المسلمين أثناء الصلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يكمل كلامه ويقول أنت لو تنويري أو ملحد سوي لازم تسعد. وبعدين بعدها بيقول يعني دلوقتي في إخوة ملحدين، إخوة ليه هو طبعا، إخوة ملحدين بيجي لهم حالة اكتئاب، تمام؟ فبيقول إيه؟ والأخ منهم عايز ينتحر، فبيقول أنا بقول لك ما تنتحرش، اعمل حاجة تفيد بها البشرية، يفيد بها البشرية. طب يا ترى بقى من وجهة نظر هذا الملحد، يا ترى ايه الحاجة اللي ممكن يفيد بها البشرية؟ تعالوا نشوف وجهة نظره. قبل ما تنتحر موت لك شيخ من الشيوخ دول غزه. يعني قابل محمد حسان في الشارع، بدل ما تروح تنتحر ترمي نفسك من البلكونه، لا، قابل محمد حسان في الشارع وغزه. تبقى انت واحد ماشي في الشارع تقابل عبد الله رشدي، انا بقول لك برضه غزه، انت فاهم؟ غزه وموته. تقابل عبد الله رشدي، انا بقول لك برضه غزه، انت فاهم؟ غزه وموته. مع عبد الله رشدي ده لو جه واحد غزه في قلبه كده مات، ومحمد حسان ده كده جه واحد ملحد غزه في قلبه كده مات، انت فاهم؟ ومحمود المصري ده جه حد غزه في قلبه كده مات، مش هتسمع لهم حس تاني. صدقني هم مش بشر اصلا، هم تجاوزوا مرحله البشر، هم حيوانات ضاريه. سبحانك يا ربي، يعني شيء عجيب. بيقول لك بدل ما تنتحر او قبل ما تنتحر روح موت لك شيخ من الشيوخ دولت، غزه دي باللغة المصرية يعني اضربه بسكين، سواء بقى في القلب، في الرقبة، في البطن، في اي مكان. هو طبعا هنا بيحدد في القلب عشان عايز يموت الشيخ على طول. فبيقول لك بدل ما تروح تنتحر، لا، روح موت لك شيخ من الشيوخ دولت، غزه. يعني فبيقول لك، هو بيكمل بيقول يعني تقابل محمد حسان، واخد بالك؟ هو طبعا انا بقول باللفظ اللي هو بيقوله، يعني بيقول لك تقابل محمد حسان في الشارع بدل ما تروح تنتحر وترمي نفسك من البلكونه، لا، قابله وغزه. تقابل عبد الله رشدي وغزه، تقابل محمود المصري وتغزه. يعني لما واحد ملحد يقابل اي واحد منهم ويغزه في قلبه ويموت، مش هتسمع لهم حس تاني، لان دول مش بشر اصلا، اللي هو احنا يعني مش بشر اصلا. سبحانك يا ربي. الحقيقه اتعجب يعني من سواد قلب هذا الكائن الملحد، ويكفيه يعني سبحان الله، يكفيه غضب ربنا عليه انه ملحد ويعلن ويفتخر بانه ملحد. خدوا بالكم من حاجه، في انسان ممكن يكفر بالله عياذا بالله، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب من هذا البلاء. في انسان ممكن يكفر بالله ويكتفي بانه هو كفر بالله ويعيش في حياته بقى مع نفسه. انما هناك من هو اسوأ،
هناك من يكفر ويدعو الناس للكفر بالله، هناك من يلحد ويدعو الناس للإلحاد. هي دي اللي النبي قال عنها كما عند مسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر ما، يعني سبحان الله، وزر من اتبعه في ذلك الضلال. فتخيلوا بقى، هو مش مكتفي ان هو ملحد، مش مكتفي ان هو كفر بالله سبحانه وتعالى، لا ده عايز الدنيا كلها تكفر بالله. ومش كده وبس، لا هو مش عايز كمان يكتفي بانه يكفر ويجعل الشباب يكفرون بالله، لا ده كمان عايزهم كمان ان هم يقضوا على اي حاجه لها علاقه بالاسلام. بمعنى ان هو عايزهم يشمتوا فيما يحدث لاهلنا في غزه. سبحانك يا ربي، والله ثم والله لقد بكى الكفار في أوروبا وأمريكا على ما يحدث لأهلنا في غزة، ووالله ثم والله لقد أسلم الآلاف في أوروبا وأمريكا تأثرا بثبات أهلنا في غزة ورضاهم بقضاء الله سبحانه وتعالى. تأثروا. تخيلوا بقى، ده واحد ملحد عربي ومع ذلك يعني لسه ما زال شامتا فيما يحدث لأهلنا في غزة. أنا متخيل منظر كائن حي شايف الأطفال في غزة وهم يقتلون وهم يذبحون وهم يموتون من البرد والصقيع في الخيام وفي الشوارع. ازاي انسان قلبه ما يتحركش؟ هو ده قلبه اتحرك فعلا، بس قلبه اتحرك بالشماتة وليس بالعاطفة ناحية هؤلاء الأطفال، لا بالشماتة. شمتان في الأطفال اللي اتقتلوا، شمتان في العجائز والنساء اللي اتقتلوا، شمتان في 50,000 مسلم استشهدوا في أرض غزة غير اللي موجودين تحت الأنقاض، شمتان في حملة الإبادة التي قادها هذا الكيان الظالم، شمتان في كل ما حدث لأهلنا في فلسطين، شمتان في اللي اتقتلوا في المسجد من هذا الشاب اللي هو في الحادثة اللي في مذبحة نيوزيلندا. بيقول لك انت لو تنويري او ملحد سوي، يعني حالتك كويسه عقليا وقلبيا، لازم تسعد، لازم تسعد. ان شاء الله هذه الشماتة تعود عليه بالوبال في الدنيا وفي الآخرة. هذا لو لقي الله عز وجل على الإلحاد فيكفيه أنه مخلد في نار جهنم. فتخيلوا بقى لما كمان عايز يرتكب مظالم. طبعا أنا أعلم جيدا أن هو بيعمل هذا الفيديو عشان إحنا نعلق عليه عشان يتشهر، تمام؟ وإحنا هنخليك تتشهر، عشان كده بنقدم هذا الفيديو كبلاغ على الهواء لسيادة النائب العام من أجل أن يحقق في هذا التهديد بالقتل. هذا الرجل أو هذا الكائن يهددني أنا وفضيلة الشيخ محمد حسان وفضيلة الشيخ عبد الله رشدي، بيهددنا بالقتل، بل ويحرض على قتلنا، يحرض على قتلنا. فنرجو من سيادة النائب العام يحقق في هذا الفيديو، وأرجو من أحبابي أن هم يوصلوا هذا الفيديو لسيادة النائب العام ليحقق في هذا الفيديو لهذا الرجل الذي يحض الملحدين على قتلنا هكذا في الشارع. بيقول لك لو قابلته غزه في قلبه علشان بعد كده مش هتسمع لهم حس، لأن دول مش بشر أصلا، إحنا مش بشر أصلا. هكذا سبحانك يا ربي. يعني واجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. الكائنات اللي بالمنظر ده مهما تعمل لهم، سبحان الله، الغلاف والران على قلوبهم، سواد على قلوبهم عياذا بالله، لا يسمعوا الخير أبدا ولا يستجيبوا للخير أبدا، بل ويحاربوا كل خير وكل ما له علاقة بالإسلام هم يحاربوه عياذا بالله. فكائن يعني غريب. يعني رأينا كثيرا من الملحدين المسالمين اللي هم يعني هو ملحد وخلاص، واخد بالك، اتفتن بسبب حادث معين او بسبب حاجة معينة او بسبب شخص معين عياذا بالله، ودي مش رخصة ليه، بس انا بقول يعني، ومع ذلك لا يؤذي ولا يسب ولا يشتم، هو فقط ملحد، واخد بالك، ملحد كيوت كده زي ما بيقولوا يعني. انما ده ملحد محارب، ملحد محارب، ملحد بيحض الناس على القتل وعلى الذبح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا بلاغ لسيادة النائب العام، نرجو من حضرتك انك تحقق في هذه المسألة، وانه يتم محاسبة هذا الملحد على إلحاده أولا، على إلحاده أولا، ثم على تحريضه على قتلنا، وقد يكون حرض على غيرنا، لكن أنا بتكلم على ما ورد في هذا الفيديو صوت وصورة لحضراتكم. أسأل الله عز وجل أن يعافينا من كل شر وبلاء يا رب العالمين، وأن يكفينا جميعا شر كل ذي شر، وأن يجمعنا وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.